السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدى الشعراوي زادت في 1938 وتوفات في 29 يناير 2026. توفات في عمر ناهز 87 سنة، في عمرها 87 سنة ملي توفات. الآن واليوم بالضبط خرجوا تحقيقات القضية وتحقيقات الجريمة بعد ما حقوا مع الخادمة، لأنه يعني المتهم الرئيسي ولا المتهم الأول في مقتلها، على خطر شافوها في الكاميرا تاع كاميرا الحي أنها خرجت من دار تاع الجوارين من الشجرة وهربت. الآن حنشوفوا بعض التفاصيل ونشوفوا واش خرج في التحقيق. تبعوا الفيديو للأخير. كما سبق وشفنا، هدى شعراوي في حصص تلفزيونية كانت تنتقد الخادمات التوحى. هي ملي بدات تستعمل هذه الخادمات عمرها ما عجبتها وحده، كانت ديما تنتقد فيهم وتنتقد في النظافة تاعهم والأسلوب الحياة تاعهم وحتى الطبخ تاعهم. هي كانت تبغي بزاف الطبخ السوري، وكانت كل ما تجيب وحده إفريقية تطبخ لها الطبخ تاع بلادها. في حصة من الحصص سقساها الصحافي وقال لها علاش ما تعيشيش مع أولادك. الناس تتساءل هل عندها أولاد ولا عندها غير بنت واحدة فقط، وعلاش ما تعيش مع هذيك البنت. كما على بالكم هدى الشعراوي عندها زوج أولاد اللي ذكرتهم في حصص سابقة ولا في مقابلات صحفية سابقة. قالت باللي عندي ولد متزوج في الخارج، يعني خارج سوريا ومستقر خارج البلاد، وعندها بنت أخرى اسمها ديليبار عايشة في سوريا، وعندها أحفادها أحمد وعلي. هذا أحمد وعلي يوميا يجي يطلوا عليها وقرب منها بزاف ومتزوجين، وكانت مقلشتهم من اللي كانوا صغار حتى اللي كبروا وهما بولادهم. أكد لها الصحفي ولا الصحفية هذيك علاش ما يعيشوش معها. قالت بالمعنى ما بدي يبوظ حياتهم، وقالت باللي نبغيهم يعيشوا على راحتهم وما نتدخلش في حياتهم، على خاطر يبغوا يعيشوا وحدهم ويلقاو راحتهم أكثر. وقالت بحكم أنا ميسورة ماديا نقدر نجيب خدامة وتكاليف الخدم. في نفس الوقت كما على بالكم الناس في كبار السن كما قالت هي ولا كما نعرفوا كبار السن عندهم مزاج صعب. قالت باللي الخادمات هادو راح يجننوني، النظافة تاعهم قليلة بزاف، ما يعرفوا الأصول والتقاليد تاع سوريا، يعني تعزير البيت والنظافة، حتى الأكل ما بيطبخوا الأكل السوري. ركزت بزاف على هذو النقاط. حتى حفيدها لما كان يصور في السيارة سقسى الخادمة الأوغندية وقال لها باللي شت علاقتك مع الست هدى. قالت له باللي تعطيني نصائح بزاف ونبغيها بزاف، وقالت باللي تبغيني نطيب الطبخ العربي. وكانوا حاسين باللي هادو الخادم الأفارقة يجوا أذكياء ويجوا حيليين وما يتمشوش بالنية. كانوا يوميا في الليل يبلوا عليهم بالمفتاح، يعني الحفيد كان يبلع على جداته مع الخادمة بالمفتاح، والصباح كل يوم يروح يحل عليهم. وهذا أكيد باش ما يسرقوش أملاك وممتلكات والدراهم والذهب تاع الفنانة هدى الشعراوي. وفي لفتة في مواقع التواصل الاجتماعي تلاقينا فتاة ولا طفلة تبكي تجري في الشارع وتبكي على هدى الشعراوي، والناس تصور فيها وتقول باللي هذه بنتها. كانت تبكي ومن بعد ركبت في طاكسي وراحت. كامل مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في التلفاز السوري قالوا باللي هذيك بنتها. لكن بعد ما داروا معاها مقابلة صحفية قالت باللي أنا مشي بنتها، أنا صاحبتها، ما غي فارق السن بيناتنا كبير بزاف، لكن أنا كنت جارتها وهذيك صاحبتي، كل يومين 3 نخرجوا نفطروا مع بعض ولا نحوسوا مع بعض. وقالت باللي موتها أثر فيا بزاف. كاين تفاصيل جديدة، تبعوا الفيديو للتالي. سهرة ولا نسيبها هدر للصحافة، كل يوم كان يهدرك هدرة جديدة. نهار الأول قال باللي أحفادها كانوا بايتين عندها حتى الوحدة تاع الصباح يسهروا. في نفس الوقت هدى الشعراوي كانت تقول باللي ما كاش الخدمة بزاف، وشفنا فيديوهات البيت تاع هدى الشعراوي ماهوش كبير بزاف، بيت عادي ككل العائلات، بيت متواضع ماشي فخم ولا كبير بزاف اللي يعيل خادمة. هدى الشعراوي قالت باللي الخادمة ما عندهاش تعب وماهيش متعوبة. في نفس الوقت نسيبها قال باللي اولادي كانوا بايتين عندها وسهرين حتى الوحده، وكي خرجوا بلوا عليهم الباب، وغدوه من داك الصباح على 11 لقاوها ميته. كي دخل الشومبرا لقاها مضروبه على وجهها، يعني ضرب عنيف والدماء سايله على وجهها. وقال باللي كانت مفرغه المازوت فوق الدراوات تاع هدى الشعراوي، كانت باغيه تحرقها لكن علاش ما حرقتهاش.
الخادمة بعد ما حكموها وداروا تحقيق يعني في الكاميرات باش يعرفوا المكان تاعها ويحكموها، لقاوها هودت من البالكون وهودت مع الشجرة تاع الجوارين في الجاردة الدار اللي حدا هدى الشعراوي، وهودت وهربت. كي سقساوها قالوا لها باللي ما لقيتش الباسبور تاعي لانه الفنانه خازنت لي الباسبور تاعي، وقالت باللي انا صح اللي قتلتها، يعني اعترفت بالجريمه تاعها. وفي نفس الوقت نسيبها قال باللي تركت رساله لكن ما بغاش يهدر، شكان فيها. لكن بعد الوقت والتحقيق مع الامن الداخلي ذكروا شكان موجود في هذيك الرساله. السوريين كامل برئوا الخادمة وقالوا باللي هي بريئة، أكيد خرجت بالحفا على خطر هربت بالحفا، ما لقاو معاها لا دراهم لا ذهب لا حتى حاجة. قالوا باينة كي شافت القاتل خافت على روحها وهربت من البالكون، لكن بزاف ما على بالهمش باللي الخادمة اعترفت باللي هي قامت بهذيك الجريمة، وحتى الكاميرات سجلت أنه هربت من البالكون. لو كان ما كانت دايرة والو ما راحش تهرب. وناس قالوا مادام كانت موجدة المازوت يعني الجريمة كانت في راسها وكانت تخطط لها من قبل. بزاف ما على بالهمش باللي الخادمة كانت مريضة قبل بيومين ولا ب3 أيام من الحمى، وعندها مرض يعني حمى وفشلة، كانت غير ترقد وتسهد اللي خلى الفنانة تخاف منها، وقالت باللي راه فيها مرض الملاريا. نسيب هدى الشعراوي قال باللي ولادي داوها للسبيطار، فوتوا عليها ودرنا لها تحاليل، يعني تحاليل الدم وتاعش هذوك تحاليل تاع الملاريا. يعني هدى الشعراوي كانت تتهمها باللي راهي مريضه يعني بمرض الملاريا وجابتها معاها من بلادها. وفي نفس الوقت الخادمه كانت تقول باللي مانيش مريضه، والفنانه تقول باللي راكي مريضه، وكانت تاكد لهم باش يديروا لها البره، وكانت تاكد وتعاود تقول لهم ديروا لها البره على خاطر راهي مريضه وجايبه معاها المرض. والخادمه كانت تنكر كلش وتقول ما رانيش مريضه، لدرجه وين ولات خايفه يسموها بهذيك البره على خاطر كانت متاكده باللي ما فيهاش هذاك المرض وما جابتش معاها هذاك المرض على خاطر مرضت بعد ما جات لسوريا. وقعدت هذيك الافكار تدور في راسها باللي راح يقتلوها، باللي راهم باغيين يسموها، باللي يعني راهي انسان غير مرغوب فيه. داروا لها وسواس قهري اللي خلاها تفكر انه تنتقم بهذيك الطريقه البشعه من الفنانه هدى الشعراوي. وسهرها كان تحت الصدمه، كل مره وكل لقاء صحفي يبدل ويغير من اقواله، مما خلى الشعب السوري كامل يشكوا فيه. لكن بعد التحقيقات وبعد ما لحوا عليه أنهم يعطوهم هذيك الرسالة اللي خلاتها ويسقسوه شكان كاين في الرسالة، اعترف وقال قالت أنا أسفة على الشيء اللي عملته. محتوى الرسالة كاتبة ماما هدى أنا ما معي ملاريا، انتو بدكم تسمموني، يعني كتبتها باللغة الإنجليزية تبرأ في نفسها باللي ما فيهاش ملاريا وراهم غير يتهموا فيها، وهي اعترفت بفعلتها وراح تتقاضى يعني بسوريا. وكيما على بالكم حتى اخوة تاعها والاب تاعها خرج في لايفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا الدولة السورية باش ترجع لهم بنتهم، وهما يقولوا باللي بنتنا راهي بريئة، ربيناها وعارفينها كيفاش دايرة، راكم غير تحصلوا فيها. في نفس الوقت قلت لكم باللي اختها تخدم كذلك خادمة في الخليج عند عائلة اخرى. هذاك السيدة تاعها دالها تليفون ورا لها اختها وقالها باللي تعرفي على هدى الشعراوي. اختها ميري تشوكات وتلبكت وحكمها احراج، ما قدرتش كامل ترفد راسها. في نفس الوقت قدم لها هدايا وقدم لها أكل فخم وقال لها باللي انتي خادمة جيدة، وبدأ يذكر لها في المحاسن تاعها. هو عرف باللي هذا الخدم يحتاجوا تكريم ويحتاجوا يعني دعم نفسي، لأنهم بعاد على عائلاتهم وبعاد على والديهم وبعاد حتى على أولادهم من أجل لقمة العيش. كان يحسسها بالأمان وكان يقول لها باللي تخصك كاش حاجة قولي لنا. سقساها على فراشها راه عجبها، سقساها على أحوال البيت، سقساها حتى الشيء اللي راه يزعجها في هذاك البيت، وسقساها على معاملة أفراد البيت معها. كان باين باللي راه خايف منها. وفي نفس الوقت الناس لاموها قالوا علاش تجيبوا أفارقة يخدموكم، خدموا أولاد بلادكم يعرفوا تقاليدكم يعرفوا لغتكم ويعرفوا كامل يعني الأشياء اللي من ناحية التقاليد من ناحية كل شيء، وتدوا أجر فيهم لأنهم مسلمين. في الأخير كان هذا هو فيديو اليوم. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، بلا ما تنساو فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. راح تلقاو قناة القصص في التعليقات، يعني رابط راه مثبته لكم في التعليقات، ادخلوا وشوفوا القصص ودوا العبرة من حكايات الناس.